السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل بقى النهاردة مع بعض طاجن البطاطس بالسجق، وهنقدمه مع رز بشعرية. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة عندي انا حطيت السجق بتاعي في الطاسة. طبعا انا ما حطيتش زيت كتير لان السجق كلنا عارفين ان هو فيه نسبة دهون كتيرة. هنسيبه كده لما يتحمر مع بعضه وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه. هنجيب بعد كده بصلة متقطعة جوليان، هضيف عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة وهدعكهم كويس كده مع بعض، وبعد كده هضيفهم للسجق بتاعي بعد ما يحمر. هنفضل ندعك فيه كده. طبعا الخطوة دي مهمة جدا. هناخد بقى البصل بتاعنا بالتوابل اللي احنا حطيناها وهنضيفها على السجق بتاعي بعد ما احمر. هديها تقليبه بسيطه كده وهضيف بقى فص من الثوم، بيدي ريحه حلوه جدا. هنقلب وهنسيبه على النار. بعد كده هضيف قرنين من الفلفل الحامي وقرن فلفل بارد، بيدي نكهه وطعم حلو جدا للسجق. هنقلبه وهنسيبه. بعد كده هضيف عصير طماطم وهضيف مكعب من الماجي بيعزز الطعم معانا. هنقلب بقى عصير الطماطم مع السجق مع الفلفل مع البصل مع مكعب مرقة الدجاج، وهنسيبهم بقى لما ياخدوا يدوا كده مع بعضيهم. وهضيف معلقتين من معجون الطماطم وهنسيبهم على النار لمدة دقيقة بس، وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي اللي انا مقشراها طبعا وغسلها كويس جدا. هنديها تقليبة بسيطة بس كده وهنسيبها على النار وهنغطيها بقى زي ما احنا شايفين كده. هنغطيها وهنسيبها على النار شوية بس مش كتير، يعني لمدة حوالي 5 دقايق. ودي شكل البطاطس بالسجق بتاعتي بعد ما شلتها من على النار. هنحطها بقى في طاجن وهدخلها الفرن بس كده تاخد بس لون. هي كده السجق معايا مستوي والبطاطس خلاص استوت، بس انا هدخل الطاجن بتاعنا الفرن ياخد لون بس كده من على الوش وهنطلعه. كده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. اتمنى تجربوه، هيعجبكم قوي. طب احنا عارفين ان الحر ده محتاج نواشف. وبعد كده انا غرفته في طبق التقديم كده بالشكل ده مع الرز بشعرية. وبكده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.